الجزائري. لقد قمت بعمل شاق وقدمت تضحيات كبيرة. إنه لفخر لي أن أدخل تاريخ الكرة الجزائرية. أنا من فاز باللقب، لكن هناك العديد اللاعبين الذين يستحقون هذه الجائزة. أنا سعيد جدا بهذا التتويج. إنه لفخر لي أن ألعب مع منتخب بلادي، منتخب الجزائري. أنا سعيد جدا بذلك. المجموعة صعبة، وخاصة منتخب كوت ديفوار الذي يملك لاعبين كبار يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية. منتخب تونس كذلك منتخب متجانس وفيه عديد اللاعبين المحليين. أما التوغو فإنه منتخب صعب المراس ولن تكون الأمور سهلة. يجب التحضير جيدا، فالتحضير مفتاح النجاح. وسنضيف إلى تحضيراتنا الكثير من التضحيات والعمل الشاق حتى نمر إلى الدور الثاني ونصعد من هذه المجموعة. سفيان فيغولي أحد طبعا صناع أفراح بالينثيا يأمل أن يصنع فرحة من نوع آخر. لماذا؟ لأنه الخميس الوطني وهو اسم ضمن كوكب وضمن كتيبة قادر على تحقيق كل ذلك. إيمانويل أمونيكي طبعا على اعتبار بأنك لعبت في الليغا، لعبت في بلاوغرانا، تحين دائما لمتابعة كل ما له علاقة بأجواء الدوري الإسباني. أكيد ترصد تحركات سفيان فيغولي مع بالينثيا في الميستايا. مثل ما قلت لك في السابق، الكل يعرف أداء هذا اللاعب منذ أن انضم إلى نادي فالنسيا، وكان أداؤه في نادي فالنسيا حاسما في العديد من المرات. إذا لا يمكن القول وأن الخط التكتيكية التي سيضعها المدرب ستعتمد عليه هو فقط، لأنه لابد أن يكون هناك أداء جماعي. إجمالا لا يمكنني أن أضيف شيء على هذا اللاعب، لأن هذا اللاعب يتمتع بالحدة، لديه الاستقرار أو لديه استقرار في العطاء، فهو قيمة مضافة بالنسبة للمنتخب الجزائري. حينما أي مدرب يحصل على هكذا لاعب من شأنه أن يعزز ثقة المدرب بنفسه. ونحن وفي كأس أفريقيا أتمنى أنه سيشكل مصدر إلهام. أنت في منتخب الوطني تحتاج إلى قائد لديه روح انتصارية. نفس الشيء ينطبق على حليش. إذا هذا اللاعب أيضا يتحلى بالروح الانتصارية اللازمة، وهناك توليفة جيدة بين اللاعبين الصغار واللاعبين الكبار واللاعبين الذين لديهم خبرة على المستوى الأوروبي. عفوا كباتن، نتحول من جديد صوب روستنبورغ. من هناك انضم إلينا من جديد موفد الجزيرة الرياضية نسيم ربيكة. هل من جديد نسيم؟ تفضل. نعم زميلي ماجد، أهلا بكم من جديد. طبعا ينضم إلي الآن السيدة أسماء حليمي، رئيسة تحرير جريدة كومبيتيسيون أو المنافسة الجزائرية. أولا في البداية رحب بك على الجزيرة الرياضية. طبعا الاهتمام إعلامي كبير، أنتم كإعلاميين تابعتوا المنتخب الجزائري قبل في الجزائر ثم هنا منذ أول وهلة. كيف ترون حظوظ المنتخب بعد المعسكر أكثر من 15 يوما؟ والله حدود المنتخب الجزائري هي جيدة جدا، لأن احنا شفنا بأن المنتخب قام بتحضيرات جيدة وبرهن ذلك في المباراة اللي كان قام بها ضد جنوب افريقيا. كانت هناك أكثر أشياء إيجابية من أن أكثر من أشياء سلبية. أنا نظن أن بالمقابلة اللي يقوم بها الفريق الوطني غدا حتى يصلح بعض الأشياء اللي ما مشاتش ضد جنوب افريقيا، خاصه في وسط الدفاع اللي قام باخطاء كثيره لمد كرات كثيره لجنوب افريقيا، وحتى في الهجوم لاول مره كما تعلمون ما الفريق الوطني ما سجلش اهداف. نظن أنا بالمقابله تاع الغد ان شاء الله التحضيرات راح تكون احسن، وحتى تفضل 4 أو 5 أيام قبل مقابلة تونس، وإن شاء الله الفريق حيكون جاهز لمقابلة تونس. لكن غياب بعض الأسماء التي يعني كانت قدمت خدمة كبيرة للمنتخب الجزائري على غرار كريم زياني، مراد مقني، مجيد بوقرة، نذير بالحاج، هل تعتقدون أنه ستؤثر يعني في الفريق؟ والله غياب لاعبين وأسماء كبار اللي ما ذكرتهم. بالنسبة لي مجيد بوقرة هو للأسف كان مصاب وما قدرش
يكون جاهز لهذه المنافسه. بالنسبه لنادير بالحاج هو اللي طلب ما يزيدش يكون مستدعي لهذه المنافسه. نعم كتاثير حيأثر انا نظن، لكن هو فايده الوحيده للوزيتش هو يقوم بتكوين فريق جديد، ولحد الان الفريق اللي كونه بالرغم من ان كل الشعب الجزائري وكل اللي يتبعوا كره القدم الجزائريه يقولوا بلي واحد كيما كريم زاني ممكن يكون اضافه، لكن هو واحد يلوزيتش يقول لك عندي لاعبين احسن منه، ولحد الان النتائج كانت في صالحه، هو يتحمل المسؤوليه. حتى احنا كصحفيين ما نقدروش ننتقدوا هذا الاختيار، لانه لحد الان كانت النتائج في صالحه. نظن باللي ممكن هذا النقص تاع الخبره يعوضوه اللاعبين بالاراده وبالامبيونس اللي راهي بالامبيونس اللي هي في الفوج منذ بدايه هذا المعسكر. نسيم، شكرا جزيلا لك على هذه التصريحات. نسيم تسمعني؟ تسمعوني نسيم؟ نعم اسمعك. نعم كابتن عبد الحق بن شيخة بصدد طرح سؤال. اسمع. نعم تفضل. تفضل كابتن عبد الحق. السلام عليكم. قل وعليكم السلام. الصحفية المحترمة، احنا يعني فرحانين بالتغطية اللي يديروا فيها كل الصحف الجزائرية في جنوب افريقيا، لكن متسائلين من حاجة واحدة، هي ان لماذا كل يوم في الصحافة تاعنا كاين يعني الامور التكتيكية تتحط في الصحافة تاعنا، كيفاش يلعب أليلوزيتش، 3 في الوسط 4 منا 2 على الاطراف، ومن بعد علاش تكلموا كثير على التكتيك؟ هو التكتيك سكوتينغ احنا نديروا فيه باطل للفرق اللي تحب تلعب ضدنا. يعني شوفوا كل الناس راهي تقرا الصحف تاعنا الجزائريه، كيما تونس كيما طوغو كيما كوت ديفوار، يعني نعطيوهم سكوتينغ بدون مقابل. كل يوم يعني نتكلموا التكتيك على الفريق تاعنا، وهو سكوتينغ يدار باموال طائله، احنا نمدوا فيه باطل. علاش يعني يفصحوا على التكتيك تاع المدرب بس. نعم الكابتن عبد الحق بن شيخة أول شيء أرحب بك، وأيضا أوجه سؤال مباشرة لضيفتي الكابتن عبد الحق بن شيخة معنا في الاستوديو، ويسأل يقول أنتم تخدمون الكوت ديفوار وتوغو وتونس من حيث لا تشعرون، وذلك بوضع الخطط التكتيكية التي يلعب بها حليلوزيتش في الصحف، وهذا تكرر كثيرا، يقول أنه هذا أنتم قد تضرون بالمنتخب الجزائري. ما رأيك في الأمر؟ والله احنا لحد الان ما زال ما وضعناش الخطط التكتيكيه اللي حيلعب بها، لان لحد الان ما عندناش عارفين كيفاش راح يلعب حليلوزيتش ضد الفريق التونسي. عارفين تقريبا الفريق اللي راح يلعب، لكن الخطه بشكل تمام لحد الان ما نعرفوهاش. وممكن ضد فريق تونسي، قبل فريق تونسي ممكن حتى لو نعرفوها ممكن ما نوضعوهاش، لكن انا نظن بان هالاشياء معروفه خاصه مع الفيزيوناج والانترنت، والفريق التونسي راح يشاف الفريق الجزائري كيفاش يلعب، وحيشوفوا غدا كيفاش راح يلعب، ونظن بلي ما حش يكون هناك تغيير كثير بالنسبه للفريق الجزائري ولا التونسي ولا المغربي ولا الطوغو. ما حيش نعرفوا اشياء كثيره بالنسبه لهذا الشيء. شكرا جزيلا. إذن على كل حال أنا كان هناك ندوة صحفية للناخب الوطني أو المدرب وحيد حليلوزيتش، وذكر هذا الموضوع أن سبب إغلاق التدريبات هو قضية أن هناك تدريبات تكتيكية خاصة في المرحلة الثانية من المعسكر. المرحلة الأولى كانت مرحلة التركيز على الجانب البدني، أما المرحلة الثانية هو كان التركيز على التدريبات التكتيكية، وكان مهد للصحفيين وللإعلاميين أنه سيغلق أبواب الصحفي أو عدسات الإعلاميين لكي يدخل ويركز على الجانب التكتيكي. إذن هذا ما لدينا زميلي ماجد، وشكرا لضيوفك في الاستوديو. أعود إليك إلى الاستوديو. إذن نسيم، في حالة أي جديد أكيد سنعود لنتواصل معك. شكرا جزيلا لك. طبعا دائما في سياق الأجواء التي تحيط بالمعسكر الجزائري، جمهور كبير يمني نفسه بأن يكون الخضر في الموعد. التقرير التالي يقربنا من استعدادات